انا ليه حلقت دقني وندمت ندم كبير. وفيها يا جماعه، انا بعد ما حلقت دقني ونزلت فيديو بودكاست مع طالب ألسن والدنيا كلها اتقلبت في الكومنتس. انت مين؟ سبحان من زين الرجال باللحى، وعليه 500 لايك. الامه كلها متفقه على الراي ده. كومنتات بقى انت شكلك اتغير، بس احنا عرفناك من صوتك. بس انا صوتي مش مميز للدرجه دي يعني. فين دقنك؟ خلاص، لحم جديد، شكل جديد، محتوى جديد ان شاء الله. اول مره احلق دقني وشنبي. والله يا جماعه انا بقالي سنين بالدقن، فقلت بقى اما احلقها ونجرب ستايل جديد عشان ابقى زي دول، حاجه كده في الجنتله، باد بوي. والحقيقه ان انا طلعت كده. يا نهار ازرق ومنيل، ايه ده؟ وبصراحه كده حوار ان الوش ما بقاش فيه شعرايه ده صعب قوي بصراحه، فانا ما استحملتش وقلت بقى هوبا اربي لي دوجلاس خليجي نستمر بيه الفتره اللي جايه ونشوف الكلام على ايه، او ممكن نحلقه ونخلي بس الشنب. فيا ريت تقولوا لي رايكم. وعادي يا اخوانا، يعني التغيير حلو ومطلوب. انا كداب بصراحه، الدقن احلى بكتير، بس يعني بنحاول نجرب عشان نشوف اشكال مختلفه يعني.